السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. اهلا بيكم في قناة افنان في البيت. النهارده كده جايب لكم شوية كده اكلات حلوة. انا الصراحة ما عرضتهاش معاكم بالتفصيل، ولكن انا حبيت ان اوريكم النتيجة على طول. زي كده بالظبط قدامكم. عملت النهارده وصفات كتيرة قوي. طبعا كل الوصفات دي لاستقبال ابو مالك. الحمد لله يعني رب العالمين. عملت له فعلا المحمر والمشمر، عملت له فراخ في الفرن، وعملت له مكرونة بشاميل، وعملت له طبعا ورق عنب، وعملت له حاجات جميله قوي. والحلويات رحت عملت له كيكه بالكريم شانتيه ومربى الفراوله. عملته مربى فراوله لانه بيحب مربى الفراوله زي ما انتم شايفين كده. وعملت له ايه تاني؟ عملت له بيتزا. عملت له كذا حاجه في الفيديو، ولكن مثلا الفيديو لو الوقت مثلا حسيت ان هو طويل ولا حاجه، ممكن اقسمه على فيديوهين او حاجه زي كده. تمام. شايفين بقى كده قوام مربى الفراوله. اي وصفه انتوا تطلبوها مني اكتبوها تحت في الكومنتات، وان شاء الله لما اجي اعملها مره تانية او اعملها لكم مخصوص اعملها بالتفصيل. تمام. انا كل بس ده مش عايزه اطول عليكم. انا اول ما بدات كده دخلت المطبخ قلت بسم الله، يلا على البوتاجاز. خلعت عيونه وغسلتها بالكربونات والملح والليمون والخل والحاجات دي كلها الجميله لحد بقت بتنور كده. غسلت الحواني البوتاجاز وقعدت الفرن وكل حاجه حلوه وطمنت. وطبعا ايه كانت ساعتها جبت فرختين كده، قلت يا بنتي افضل هم طازه اغسليهم كويس قوي. طبعا لو عايزين برضو طريقه الغسل بتاعتي اكتبوا تحت في الكومنتات. رحت جبت شايفين اللفه دي فيها ايه بقى؟ يا ترى فيها ايه؟ فيها ورق عنب، بخزنه بالطريقه دي بالظبط. تمام. وده كان توم معايا مفروم انا فرماه عندي، فصصته كده وشلته عندي في الفريزر بخزنه. والتتبيله عندي عباره عن بصلتين وطماطمايه وفلفلتين وتوم. وطبعا البهارات انا بحب احط ملح وفلفل اسمر وكمون وبابريكا مدخنه والسبع بهارات. تمام. وقلب قلب قلب وحط شويه خل كده في الاخر. الصراحه بيطلعوا ايه يعني، اكنك فعلا جايباها من بره. تمام. بحطها مثلا يجي ساعه ونص تحت الفرن، تحت في الفرن. وبعدين ايه باخر ربع ساعه واخر 10 دقايق بحب اشغل عليها الشوايه. ولا بسلقها ولا بعمل اي حاجه خالص. تمام. ادي التتبيله معايا اهو. امسك طبعا بقى الفراخ افتحها كده بالسكينه رفيعه خالص. وادي الفراخ عندي اهي غسلها بالطماطم والليمون والجنزبيل والخل والملح. تعالى يا جميل تعالى، تعالى العب مع الخروف. انا قاعده دلوقتي في الجنينه بعد المغرب اهو بسجل لكم الفيديو. ان شاء الله هرفعه بكره مثلا بالكتير، بكره 20 يونيو 2023. تمام. فانا قاعده دلوقتي بعد المغرب كده فطرنا كل سنه وانتم طيبين. النهارده اول ذي الحجه، قاعدين مع الخروف بقى بنونسه تمام كده. بقلب كده كويس التتبيله كويس قوي عشان كل التوابل تدخل في بعض. الفراخ مسكتها حطيتها عليها بعد ما شطفتها كويس قوي ملح وفلفل اسمر. حقيقي كل اللي يذوق الفراخ من تحت ايدي سواء من اهل جوزي او اهلي يشكروا فيها قوي قوي قوي. طبعا نمسك كده الفراخ نحطها كده طبعا بين الجلد وبين الفتحات ونغرق الفراخ كلها بيها. تمام. نعمل لها مساج كده حلو محترم. هتسلقيها تحمريها تعملي بيها اي حاجه، المهم تشيلها في الفريزر بالتتبيله دي. تمام. تحطيها في الفرن زي هعمل دلوقتي. بصي ان شاء الله عملتيها ايه، المهم تشيلها بالتتبيله دي. حقيقي التتبيله دي بتدخل ما بين اللحم، ولما بتطلعيها بعد كده بتدي طعم وريحه مش قادره اقول لكم. حتى لو سلقتيها مش لازم مثلا تحطيها في الفرن مثلا لو عايزه شوربه ولا حاجه. فتحي كده يا حبيبه قلبي علشان ايه الفراخ تاخد من التتبيله. طبعا الفراخ الباقيه هي شلتها في قلب التلاجة علشان بقى ايه تحتفظ كده بحلاوتها. وانا كده عملت بيتزا وطبعا استنيت عليها لما تختمر. وكان عندي فراخ باقيه من امبارح كنتاكي، كنت عامله كنتاكي وطلعت شويه لحمه مفرومه كده كنت انا مخزناهم برضو. ما غلبتش الصراحه في البيتزا، بس يا دوب عملت العجينه وسخنت كده ومسكت كده اللحمه المفرومه رحت ايه شوحتها من الجوانب كلها. البيتزا طبعا ايه زي ما انتم شايفين كده ناجحه معايا عشان ما لزقتش في ايدي. سبتها تختمر براحتها وبعد نص ساعه بالظبط رحت فردتها معايا في الصينيه وفرشت عليها ايه طماطم. لو عايزين برضو الطريقه قوليلي تحت في الكومنتات يا قمر. تمام. طبعا حطيتها على درجه حراره 260. طبعا واقفه معاها في المطبخ، لو مش واقفه معاها بسيبها مثلا على درجه حراره 125 او هكذا. عملت كيك الكريم شانتيه لسه ما جربتوش، اوريكم دلوقتي احلى قوام. رحت فضيت طبعا الصينيه في قلب صينيه تانية. شايفين بقى قوام الكيك عامل ازاي؟ طبعا دي يعني كده يعتبر ان الكيكه ناجحه، مش يعتبر هو اكيد ان الكيكه نجحت قدامكم اهو. لو عايزين برضو الوصفه بتاعتك تكتبوا تحت في الكومنتات. شايفين سمكها
طلعت ساعتها احلى تورته. عملت مرتين تورتتين ورا بعض، تورته لاهل جوزي وتورته لاهلي. كريم شانتيه شايفين قوامه، شايفين حلاوته، شايفين جماله، حقيقي خرافه. الكريم شانتيه ده عباره عن كوبايه بالظبط كده، كوبايه كريم شانتيه خام على كوبايه كريم شانتيه اللي هو اللي في اكياس ده، تمام؟ مش فاكره اسمه ايه الصراحه. مع نص كوبايه ميه ساقعه تلج قوي، مع نص كوبايه او ربع كوبايه سكر بودر. واضربي كده حبيبتي بالخلاط بتاعك او بالمضرب بتاعك، طبعا يفضل المضرب زي كده. شايفين سمكه يا بنات، وشايفين حلاوته، وشايفين جماله. انا الصراحه انا كنت انا ابو مالك وعمه مالك كنا قاعدين بناكل فيه كده. يا مالك، طبعا الكيكه هنا مسكت رحت قسمتها نصين علشان احشيها مربى وكريم شانتيه. كده حشيتها مربى ونسيت رحت لان ايه احشيها كريم شانتيه، رحت شلتها تاني، بس بقى ايه تغاضيت عن المقطع ده. بس هوريكم ان انا حاشي كريم شانتيه، تمام؟ طبعا حطيتها خالص في التلاجة تهدى، هي كريم شانتيه يجي ساعة ولا ساعة ونص. بعد كده رحت حشيتها كريم، قسمتها نصين، وبعدين حشيت مربى وكريم شانتيه. وبرضه حاولت ان انا اعمل اي شكل. الكيكه دي كانت نازله ساعتها الحمايه اهل جوزي يعني. كنت بحاول اعمل اي اشكال بسيطه كده. وساعتها رحت جبت فراوله، رحت قسمتها كده كذا 4/4 ولا حاجه، رحت حطيتها في النص، تمام؟ لقيتها الصراحه حبوها قوي، كله بقى بيتشكر فيها بطريقه فظيعه. يا بنات جربوها، بس انا ان شاء الله لو طلبتوها مني هنزلها لكم ايه بالتفصيل، تمام؟ شايفين بقى الحشو، شايفين بقى التكات، شايفين بقى الحركات. والله كل عمال يقول حرفيا يا بنات، كل عمال يقول لي دي احلى من الجاتو، تمام؟ لان ده الجاتو بقى سعره غالي قوي وعلى الفاضي، بقى طعمه وحش خالص. وبس كده يا بنات، يا رب يكون عجبكم الفيديو. ما تنسونيش بقى